بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لحضراتكم تاني في الفيديو السادس إن شاء الله بحمد الله. أتمينا الأصناف كاملة والتوريدات كاملة والمبيعات لحد تقارير بالمبيعات اليومية. دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم في بيانات العملاء، وهنبدأ تبدأ تسجل بيانات العميل اللي عندك عشان تعرف أنت بتتعامل مع العملاء مين. نبدأ نسجل اسم العميل وليكن أحمد علي معرفة، العنوان كفر الزجاج، تليفون، حد أقصى. هتسجل حد أقصى المسحوبات، يعني أقصى حد هو يسحب منه وما يدفعش فاتورة، يعني ما يدفعش فلوس. حد أقصى المسحوبات وليكن مثلا 100,000. ملاحظاتك هتبديها دائما، مش عايز تبديها ما تبديهاش. إجمال مبالغ العميل، يعني العميل أنا ليه عنده كام؟ وليكن مثلا 40,000. يعني المفروض هو ما يتخطاش 100، يعني يجيب 100 مثلا ويقف. أما يجيب حد أقصى المسحوبات، البرنامج بيبقى قدامه 3 مسارات: يا إما يكمل عملية وينبهك، يا إما ما بيرضاش يتم العملية، يا إما بيكمل عادي وما بينبهكش. دايما زي ما حضراتكم عارفين تجاريا العملاء في دفاتر اليومية وهم بيكونوا مدينين، أما الموردون بيكون دائن، وده طبيعة في الحساب. ولكن لما بيدفع العميل بيتحول لدائن، وأما المورد بيدفع بيتحول لمدين، زي ما انتم زي ما حضراتكم عارفين، وبتعمل حفظ للعملية. يبقى تم حفظ بنجاح. المبيعات زي ما احنا فرضوا في المبيعات، تخش على مدفوعات العملاء، اسم العميل وليكن أحمد أبو علفة، المستلم علي أحمد، المبلغ اللي استلمه كام وليكن مثلا 20,000، طريقة الدفع نقدي أو شيك، والتاريخ اللي استلمت بيه، ورقم الإيصال زي ما أنت عايز، زي ما حضرتك ماشي في الشركة بتشتغل، وبتبدي ملاحظاتك وتعمل الإضافة، تعمل إجراء بنجاح. برضه زي ما احنا لسه في المبيعات، هتخش على حذف مدفوعات العملاء، اسم العميل وليكن اللي أنا اخترته، اللي أنا بعت له الفاتورة، اسم العميل اهوت، ده فاتورة كاش، وده دوت. خد مثلا الفاتورة ديت ونعمل عرض، تمام. وتعمل انت مثلا عايز تحذف الفاتورة، تأشر على الفاتورة مثلا وليكن ديت أو دوت، خلينا في دوت، تعمل حذف كده. اتحذفت. عايز تحذف كاش، كاش دي كانت فاتورة سابقة يعني، تمام. أنا لسه في المبيعات برضو كده، انتهيت من حذف مدفوعات العملاء. نخش على المبيعات وعلى خصومات العملاء. خصومات العملاء الخصم اللي أنا بديهولهم، يعني بيبقى الخصم أنا مديهولهم. أدي لأحمد فتحي خصم مثلا، أنا ما اديتوش خصم خالص على الفاتورة، صفر. جملة الخصومات لازم أعمل صفر. هو مثلا هديله مثلا على المبلغ اللي هو مثلا 20,000، هديله خصم وليكن 20%، يبقى الناتج 400. هعمل نقل وهعمل حفظ، تمام. يبقى كده انتهينا من حذف، انتهينا من خصومات العملاء. هخش على حذف خصومات العملاء، وهي نفس العملية برضو. العميل وليكن أحمد فتحي، أو مش عايز تعمل عرض للكل، أحمد فتحي اهوت، هتعمل دوت أو دوت، تعمل واحدة حذف مثلا، حذف اهيت. جملة الخصومات لهذا العميل كانت الأول كانت 410، دلوقتي بقت 10 بس. عايز تعمل طباعة، برنامج برضو بيطبع اهيت زي ما حضراتكم شايفين. وإجمالي الخصومات 10 فقط لا غير، حسب ما انت تحب. وكده نكون انتهينا مع حضراتكم من الأصناف والتوريدات والمبيعات، وهي الأصل في أي مؤسسة أو أي محل تجاري أو أي
الشركة دايما الأصناف والتوريدات والمبيعات، وإن شاء الله نشوف أحسن وأفضل في البرامج القادمة. وإن شاء الله يعني ده النسخة الميني. النسخة الجراند فيها الحسابات وفيها البنوك وفيها أسماء الموظفون وبها أيضا أسماء المندوبين. بس ديت النسخة الميني زي ما حضراتكم شايفين كده، وكل حاجة وليها الرقم بتاعها. واحنا إن شاء الله نتشرف بالعملاء الجدد اللي هيتعاملوا معانا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد علي.